بسم الله الرحمن الرحيم. في فيلسوفة ألمانية من اللي هربوا من ألمانيا قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، خوفا من الاضطهاد، اسمها هانا إرندت. هانا يعني حنة، يعني فهم حتى الكتب بتاعتها المترجمة تلاقي تأليف حنة إرندت يعني. لكن طبعا اللغة الألمانية ما فيهاش ح يعني، فهي هانا إرندت أو حنة إرندت. الست دي هي مفكرة طبعا، هي ليها أفكار فلسفية وليها كتب كويسة جدا ومهمة جدا. هي من أهم كتبها كتاب اسمه تفاهة الشر. تفاهة الشر ده هي ألفته. هقول لك هي ألفته ليه وهقول لك إيه المقصود بتفاهة الشر. هي ألفته إن كانت هي وهي شابة، صحيفة نيويورك تايمز كلفتها إنها تغطي محاكمة أيخمان في إسرائيل. مين ايخمان ده؟ ايخمان ده كان هو قائد معسكر في المانيا اللي كان مسؤول عن اعتقال اليهود. يعني فاهمين طبعا عمل فيهم ايه. فالراجل ده بعد هزيمه المانيا هرب زيه زي كبار القاده، يعني في قاده اتمسكوا وفي قاده هربوا. الصف الثاني غالبا من القاده هربوا يعني. فالموساد كون فرق مطارده للقبض على الناس دول، لانهم حطوا قاعده ان اي شخص يتعدى يعني يعتدي على اليهود لازم تتم معاقبته. ودي نلاحظها حتى في، شوف انت مثلا مقتل السادات، انا اعتقد ان هو بسبب ان هو حارب الفريق بدوي اتقتل هو 13 قائد من القوات المسلحه المصريه. اعتقد اسرائيل ليها دخل في الحكايه دي، لان اسرائيل حاطه قاعده ان اي حد يهاجمها لازم تنتقم منه ابشع انتقام. حتى بن جوريون هو اللي حط لهم، مؤسس اسرائيل هو اللي حط لهم القواعد دي. وقال لهم من ضمن القواعد مثلا، قال لهم ان انتوا لازم العرب دول لازم تضربوهم كل 10 سنين مره واحده على الاقل، لازم. لو انت شفت المعدلات الحرب مع اسرائيل هتلاقي 48 56 يعني تقريبا 10، يعني في رينج 10 67. طبعا 73 كانوا مضطرين لان اسرائيل مصر هي اللي هجمت يعني. لكن بعد كده هتلاقي ايه، 73 تلاقي 82 غزو لبنان، تلاقي غزه بقى ودخلوا مع الفلسطينيين يعني. فدي قاعده حطها لهم بن جوريون، قال لهم العرب دول انتوا لازم تضربوهم كل 10 سنين مره عشان ايه، تأدبوهم يعني وما يفكروش يعتدوا عليكم. وهو صاحب الراجل ده هو مؤسس الفكر الاسرائيلي يعني العسكري، الفكر العسكري الاسرائيلي. فهم حتى بيقولوا له يعني، قالوا له طب احنا كانوا ساعتها 3 مليون والعرب 100 مليون، فاكرين في حتى اغنيه لعبد الحليم حافظ بيقول فيها وال 100 مليون عربي مش عارف ايه. فقالوا له طب ازاي احنا هنقدر نعيش في وسط الناس دي، احنا 3 مليون وهم 100 مليون. قال لهم لا، الموضوع بسيط جدا، اصل احنا 3 مليون يهودي متعلمين، كلنا ما فيش في اسرائيل اميه خالص. ناس كلنا متعلمين، ناس جايين من بلاد احنا كنا يعني دايما الاقليات دايما بتبقى شاطره ليه؟ عشان تحافظ على وجودها في وسط زي ما تلاقي مثلا كان زمان وانا صغير يعني 90% من الاطباء تلاقيهم والصيادله تلاقيهم مسيحيين، تلاقي الترزي مسيحي، تلاقي الحلاق مسيحي، تلاقي الصنايعي الكهرباء مسيحي، السباك صناع مسيحي. كل الحرف والمهن اللي هي محتاجه تفكير ومحتاجه فنيات تلاقيها مسيحي. في المدرسه يعني انا لما كنت مثلا في مدرسه الشبرا الثانويه، كنت تلاقي مدرسين الفرنساوي كلهم مسيحيين، مدرسين الانجليزي اغلبهم مسيحي يعني 90%، الرياضيات 90% مسيحيين. أغلبية الساحقة من المدرسين اللي هم بيدرسوا اللغات والرياضيات تلاقيهم مسيحيين. لأن هم ودي يعني شطارة منهم، يعني أنا مش بقول ده عيب، لا يعني هم حب إن هم يتميزوا، عارفين إن هم أقلية، فهم يقول لك إحنا أقلية، فلازم الواحد مننا عشان نعادل الأغلبية لازم الواحد مننا يبقى 10 من الأغلبية. فلازم يتعلم كويس جدا عشان يبقى ايه وايه التميز بتاعه ده، يخلي العدد مش فارق، يواجه قوة العدد، يعني قوة بمعنى قوة الفكر تواجه قوة العدد. ما هو انت ايه يعني، انت لما يكون 10 اغبياء وواحد ذكي يقدر عليهم، يقدر ينتصر عليهم، هم اغبياء كلهم، جبت لهم واحد بس ذكي يقدر ينتصر عليهم. فهي دي نفس النظريه، الاقليات دايما بتعمل كده.
بن جوريون قال لهم نفس النظريه دي، قال لهم احنا 3 مليون، بس 3 مليون اذكياء متعلمين، جايين من بلاد متقدمه جدا، جايين من بلاد فيها ثوره صناعيه وتكنولوجيا، وهم اصلا كانوا اغلبهم كمان كانوا من المتطوعين او اللي في الجيوش الحلفاء في الحرب العالميه الثانيه، زي موشا ديان مثلا. موشا ديان ده كان جنرال في الجيش الانجليزي، وغيره شيمون بريز، وكل الناس دي كانوا اصلا شغالين في الجيوش الغربيه. فناس جايين بخبرات عاليه جدا، مش عصابات صهيونيه زي ما فهموا الناس، ناس كده لا، دول ناس متعلمين كويس جدا ومثقفين كويس جدا وبيعرفوا اللغات كويس جدا ومخترقين الدول الغربيه كلها. شوف انت اللوبي الاسرائيلي بيعمل ايه في امريكا. فقال لهم احنا صحيح 3 مليون، بس احنا بنواجه 3 مليون عربي متعلم بس، فاحنا النسبه 3 الى 3. واحنا لحد دلوقتي اهو نلاقي ان اسرائيل بتفرض ارادتها، يعني دلوقتي العرب بقوا 300 مليون تقريبا وهم بقوا 6 7 مليون. هتلاقي ان ال 6 7 مليون اسرائيلي بيفرضوا ارادتهم على ال 300 مليون عربي، مع ان ال 300 مليون عربي دول يعني عندهم موارد، لا موارد عندهم يعني وفره. ما دي اللي جننت ترامب. ترامب بيقول لك اسرائيل عامله زي القلم الرصاص على مكتب، صغيره جدا، فهو مستغرب بيقول لا الاسرائيليه لازم تكون كبيره، يعني نظريه من النيل الى الفرات دي. هو ميزه ترامب انه بيتكلم بصراحه عن اللي في قلب الاسرائيليين، يعني اللي هم يعني هو بيتكلم بصراحه، مثل ان هو صريح، مش زي بايدن. بايدن اسوأ اوسخ من ترامب بكتير، بس بايدن دبلوماسي، انما ترامب لا، ترامب بيقول ما تدوا لاسرائيل ايه يعني، ما تدوها سينا وتدوها سوريا وتدوها لبنان ايه يعني، وخدوا الشعوب دي عندكم، انتوا عندكم ارض واسعه وعندكم فلوس، واعملوا لهم بيوتيفول هاوسز. ده عارف تاجر، يعني عايز ايه، يحل المشكله الفلسطينيه ازاي، ان هو يرحل الفلسطينيين عند الدول العربيه، والدول العربيه تبني لهم بيوت وتديهم فلوس وكده. هو ما عملش حاجه خالص، سيادته كده يعني، تاجر شاطر، تاجر شاطر. آه فطبعا يعني هو مش فاهم حته ايه، ان احنا كشعوب في المنطقه دي عندنا حساسيه من موضوع الارض ده. يعني صعب جدا. شوف انت موضوع تيران وصنافير، معناها كلام فارغ في البحر، الجزيرتين صخريتين يعني ملهمش اي قيمه. لكن شوف انت مثلا المعارضه المصريه عملت ايه على تيران وصنافير، وقلبت الدنيا على تيران وصنافير، ورأس الحكمه وكده، لان احنا عندنا شعوب عندنا حساسيه من موضوع الارض. الارض يقول لك الارض عرض، يعني حتى في الريف المصري زمان في اغنيه مشهوره جدا اللي هي بتاعت عواد باع ارضه، ان عواد باع ارضه يا ولاد، على طوله وعرضه يا ولاد، عواد باع ارضه يا ولاد، شوفوا طوله وعرضه ايه بقى حكايه عواد ده؟ عواد ده راجل فلاح كان عنده مش عارف فدانين ولا ايه، وبعدين فكر ان هو تعب بقى من الزراعه وكده، قال لك لا انا هشتغل في التجاره وهشتغل مش عارف ايه حاجه كده يعني، فقال انا هبيع ارضي وباعها. فضحوه، الشعب المصري كله فضحه. انا طبعا مش فاهم ليه. ليه الحساسيه المفرطه دي؟ يعني لما يشتغل تاجر او يشتغل بتاع، هي دي موروثه على فكره، موروثه، موضوع عباده الارض ده موروث من ايام الرومان. لان الرومان من اسوأ الحاجات لما احتلوا مصر، اوكتافيوس لما احتل مصر وهزم يوليوس قيصر، وهزم مارك انطوني وكليوباترا في موقعة اكتيوم البحريه، واحتل مصر عشان يعاقب الشعب المصري ويخليه يعني ما يقفش على رجليه، وما ما ينظرش تاني الرومان او يتحداهم في اي حرب او معركه. ودي السياسه الاوروبيه دايما، ان هم دايما يخلوا مصر دوله ضعيفه في المتوسط، لان مصر لو كانت بقت دوله قويه في هتسيطر على المتوسط يعني، زي محمد علي كده موقف. فاوكتافيوس ده قال حاجتين، قال لك المصريين ممنوع يشتغلوا حاجه غير الفلاح، المصري في ارضه بس. نمره اتنين، المصري يلبس جلابيه زرقاء، وهو ده اصل مفهوم اصحاب الجلاليب الزرقاء. وجي بعديه بقى، بعد الحكايه دي جه امبراطور روماني، بس في بيزنطي يعني في اسمه اوديسيوس، ده بعد بقى 400 سنه او 500 سنه حاجه كده يعني، لا يعني بعد قول 400 سنه تقريبا. الراجل ده جه برضه عشان ينتقم من مصر، وكان لسه برضه فيها معابد فرعونيه وفيها كهنه وعندهم علوم وعندهم ثقافات وعندهم امر باغلاق كل المعابد الفرعونيه. مش بس كده، لا، وتسليمها للمسيحيين.
الأقباط يعني، والأقباط فرحوا طبعًا